أنا حوّلت دي لدي، تعالَ بقى أقول لك عملتها إزاي. طبعًا زي ما باقول في كل فيديو أنا دلوقتي هاشرح على فوتوشوب، بس لو أنت بتستخدم برنامج تاني كمّل عادي زي ما أنت، لإن أنا باشرح الفكرة بشكل عام، فأنت تطبّقها براحتك في البرنامج بتاعك. فيالّا مش عايز أطوّل عليكم، ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتضبّطني كده ويالّا نبدأ. طبعًا هو فعليًا أنا ما حوّلتش الصورة دي أوي يعني، بس هاورّيكم إزاي أنا عملت الصورة دي من الأول. يعني إحنا لو شِلنا كل حاجة هتبقى الصورة دي كده في الأول. أول حاجة رُحت رايح على Gemini كتبت له ده كده بس achieve setting in dentist here. أنت لو مش هتعرف تكتبها بالإنجليزي عادي ممكن بالعربي يعني. من أول صورة على طول، حتى لو شُفت أهو أول صورة راح مطلّع لي ده على طول. وقعدت أجرّب تاني، شُفت حاجات تانية كده، يعني مثلًا طلع لي دي برضه، وطلع لي دي ما عجبتنيش أوي، ممكن دي عجبتني أكتر حاجة، فأخدت أنا أول صورة على طول. طبعًا هو هنا طلعت لي من أول صورة، بس مش معناه إن كل الصور اللي أنت بتستخدمها تطلع على طول كده، في عادي أفكار ممكن تقعد تعمل بال10 ل20 صورة. أنا جرّبت هنا على Gemini ولقيتها طلعت لي نتيجة حلوة، فخلاص أخدتها على طول. المهم رُحت جايب الصورة كده وحطيتها على Photoshop. أنا طبعًا ما كنتش عايز البتاع اللي فوق دي، وعايزه يكمّل عشان يعني الصورة كان كبيرة شوية، فأنا عايزه أصغّرها ويكمّل بقى الباقي الفاضي ده هنا. فده موجود في Photoshop. أنت مثلًا لو في برنامج تاني ممكن تشوف بقى لو هتعرف تعملها بالAI أو كده، بس في الPhotoshop على طول الgenerative fill ده هتتحدد كده بالselection tool، أي selection عندك عادي، تحدد اللي أنت عايزه كده. أنا باحدد دلوقتي اللي أنا عايزه، بعدها أروح دايس Control وShift وI، هتلاقي حدد كله إلا الحتة اللي أنا اخترتها. فأنا دلوقتي عشان أنا عايز الباقي بقى هو اللي يكمل، فاروح دايس على generative fill وبعدين generate. هيقعد بقى يحمل كده شوية، هيقعد له بتاع دقيقة ولا حاجة، سيبه يحمل براحته عادي. أنا طلع معايا النتيجة زي دي كده. فأنا في الأول طبعًا ما كتبتلوش حاجة، فأنا كنت عايز بقى أحط دلوقتي حاجة زي دي كده اللي هي بتاعة العيادة دي. فرُحت برضه عامل بنفس الطريقة كده الgenerative fill، حددت يعني الجزء ده، حددته كده، ورُحت دايس generative fill، بس المرّة دي رُحت كاتب له dentist tool، رُحت كاتبها له كده، ورُحت عامل generate برضه، فهيقعد برضه يعملها كده، وراح مطلّع لي النتيجة دي. لو دخلت حتى هنا أنا كاتب هنا أهو dentist tool في اللي أنا عاملها في الأول، وطلّع لي ال3 نتايج دي. هو بيطلّع 3 نتايج، أنا اخترت اللي أنا عايزه، حسيت إن دي ممكن أكتر واحدة حلوة. أنت عادي براحتك ممكن تختار دي، ممكن تختار أي حاجة عادي. فدلوقتي دي النتيجة اللي طلعت معايا. أنت حتى لو أخدت بالك كان في هنا كده زي حاجة طالعة، أنا برضه شِلتها بالgenerative fill بنفس الطريقة، باحددها وما باكتبش حاجة وهو هيشيلها. وفي برضه هنا الremove tool ممكن تستخدمها برضه، موجودة هنا الremove tool، ممكن تستخدمها برضه بتشيل عادي يعني. فدي بقى الخلفية خلصت معانا بنسبة كبيرة. أنت بقى لو حابب تضبّط شوية ألوان أو كده تمام أوي يعني. فرُحت واخد الخلفية دي copy، ورُحت شايل الخلفية بتاعة الخروف ده كده، شِلتها ورُحت حاططها برضه وراه. يعني بقى معايا 2 layers دلوقتي هنا، واحدة اللي هي بالخروف بس كده وشايل الخلفية، وواحدة بالخلفية عادي، عشان أعرف أفصلهم وأعرف أحط حاجات وراهم. وبعدها رُحت جايب صورة للعيادة دي من على جوجل عادي أو من أي مكان، واروح حاططها ورا الخروف وقدام الخلفية زي ما أنا لسه عامل دلوقتي عشان كده فاصلهم. ورُحت خلّيت الblending mode بتاعتها لlighten، وبعدها قللت الopacity خالص تبقى على 10 والّا حاجة. هتبقى حاجة زي دي، تدّي لمسة بس بسيطة خالص كده. ورُحت جايب الpattern ده برضه عشان كان بمناسبة العيد وكده، فممكن ده مدّي شوية كده، وممكن برضه تكتب Islamic pattern. ده بيبقى pattern كده اللي هو بيتحط ورا كده برضه بيدّي لمسة بسيطة. فرُحت جايبه هنا برضه وعامل له lighten في الblending mode lighten، وفضلت أقلل opacity خالص لحد 8 والّا 7، حاجة بسيطة كده خالص يعني. فهي بس كده يعني لو أخدت بالك هي بتدّي لمسة بسيطة خالص كده في الخلفية يعني. لو عايز تزوّد الopacity شوية تمام، مش عايز خلاص يعني عادي. ده كده بالنسبة للخلفية خلصناه. أنا كنت عامل حركة دلوقتي، حطيت اللي هو الخصم 50% عشان العرض نفسه كان بيتكلم عن الخصم بمناسبة العيد. ده عملته إزاي؟ لو أخدتوا بالكم هو ماشي بgradient كده تحسه خفيف وتقل هنا فوق شوية. فده هنا عادي رُحت كاتب 50%، وده بخط اسمه Anton، وخلّيت اللون أبيض عادي ما فيش مشكلة. رُحت مقلل الopacity لحد 50% كده والّا حاجة. بعد ما قللتها كده أروح دايس على الmask على التكست بس، واروح جايب أداة الgradient tool واختار من فوق هنا يبقى اللي هو أسود وشفاف ده. فاروح جاي هنا على الماسك واروح شادد كده بالgradient كده، هتلاقوه بيخف كده من تحت، حاجة بسيطة كده خالص بتدّي شكل يعني حلو برضه. ممكن بقى تشوف أنت لو عايز تزوّده حبّة زي ده كده، يعني هي دي الفكرة عامةً ما فيش أي حاجة زيادة يعني. وبعدها رُحت جاي ورا الخروف برضه وجايب اللون يبقى ناحية البرتقاني شوية كده، ورُحت جايب أداة الbrush وقلّلت الhardness خالص، ورُحت مقلّل برضه الحجم كده شوية، وخلّيت الblending mode linear dodge add، ورُحت دايس كليكاية كده ورا الخروف، كام كليكاية كده عشان يدّي زي إضاءة كده. كان طلع معايا حاجة زي دي، خدت بالك ده قبل وده بعد.
بيدّي كده شكل اللي هو كإن في إضاءة وراه بس كده حاجة خفيفة، وبعد كده عشان أعمل الinner glow بتاع يعني لو أخدت بالك في هنا زي كإن حسّسك إن في ضوء من وراه، فده عملته إزاي، رُحت جاي على الخروف عادي كده ورُحت الeffects وبعديها اخترت الinner glow، بعد ما اخترت الinner glow كده وبعديها أروح جاي مختار اللون أخلّيه شبه اللون اللي أنا لسه مختاره ورا الخروف هنا وأنا باعمل الbrush، وبعدها أروح مخلّي الopacity مثلًا في حدود 72% والsize مثلًا 12، 15 كده يعني حاجة بسيطة، فأنت لو أخدت بالك طلع حاجة زي دي، بس في مثلًا زيادات هنا أنا مش عايزها، فدي أشيلها إزاي، أروح جاي هنا على الeffects أدوس كليك يمين وبعديها create layer، create layer أهي هنا، بعد ما أدوس create layer هتطلع الinner glow كده كlayer فوقيها. بعديها أروح دايس على ماسك، بعد ما دوست على ماسك أروح دايس كنترول وآي، فأنا لمّا دوست كنترول وآي هنا شالها كلّها، فأنت دلوقتي شِلت كلّه وهترسم أنت براحتك اللي عايزه يبقى موجود، فأنا بارسم بالفرشة البيضا بقى اللي أنا عايزه كده، لحد أنا دلوقتي رسمت الجزء ده بس، فطلعت معايا حاجة زي دي، ده قبل وده بعد، وكده يبقى الخروف يعتبر خلص. حبيت برضه أبيض سنانه شوية كده، لو خدت بالك هو ما كانتش بيضا أوي هنا، أنا رُحت مبيّضها شوية، زوّدت الbrightness عليها بس يعني، بعد ما أخلّص الكلام ده كلّه كده أروح حاطّه في group لوحده كده عشان هاضبّط له شوية camera raw filter دلوقتي هتفهم أكتر، بعد ما حطيته في group كده أروح واخده copy عشان بس احتياطي يعني لو احتجت أرجع للتاني ده في أي حاجة، وأعمل hide للي تحت عادي يعني أنا بقيت عايز اللي فوق ده بس، أروح دايس كليك يمين وبعديها convert to smart object، بعد كده باروح رايح على الfilter وبعديها camera raw filter وأروح بقى مقلل شوية exposure ومزوّد مثلًا contrast مقلل highlights مزوّد شوية shadow. ممكن تقلل شوية highlights حلوين، أنت يعني مش حاجة ثابتة بس يعني لو عايز تعرف ده في الأغلب اللي باعمله يعني، ممكن أزوّد شوية vibrance بس تخلّي بالك إن لو في لون للعيادة مش عايز يتغيّر، خلّي بالك عشان هو ممكن يتغيّر شوية، وأروح مزوّد شوية sharpening كده، وممكن أزوّد شوية texture كده، هو ده يعتبر اللي باعمله يعني، ده قبل وده بعد. بيدّي يعني زي sharpening كده أكتر، لو ركّزت هنا أهو، فأنا باحب أعمل كده يعني ويحسّسني إن هو بقى أنضف يعني. فأنت دلوقتي تقول لي طَب أنا لو عايز أعدّل حاجة جوّه مثلًا عايز أخلّيها 60% مثلًا، عادي بتدوس كليكتين هنا على الsmart object هيودّيك هنا على الجروب اللي أنت لسه محوّله ليه. أنا عايز مثلًا أشيل الخلفية دي مثلًا، أهو رُحت شِلت الجزء اللي هو كان بتاع الbeige ده، أروح طالع هنا أو أعمل save، أعمل save بس، بعد ما بتعمل save هتلاقيها اتسيّف عندك هنا. هو استنى لسه بيعمل save دلوقتي، هتلاقيه اتغيّر دلوقتي لمّا يخلّص الsave، هو بس مطوّل حبّة. ده قبل كده وده كان بعد، لمّا شِلت الخلفية من الsmart object عادي، بس أنا طبعًا عايزها تاني أرجّعها، أنا رُحت مرجّعها كده، دوست control Z بس. بعد كده أروح أعمل new layer فوق الكلام ده، وأروح جايب أداة الgradient tool برضه، وبنفس الكلام اللي هو أسود وشفاف ده، وأروح جاي من النُص كده ورافعها، بس لو عايز تضبطها في النُص بالضبط، ممكن لو أنت ما عندكش الruler دي بتدوس control وR هيطلع لك الruler دي، هتروح شادد من هنا كده، وتيجي على النُص كده أهو هتلاقيه ضبطها بالضبط 540 أهو، وأروح شادد كده بالgradient شوية، عشان يبقى من تحت زي مغمق كده بيدّي زي عمق أكتر كده، بس هتبقى حاجة زي دي مثلًا، ممكن تعمل لها lock بقى عشان ما تقعدش تضايقك وأنت شغال. بس كده إحنا يعتبر خلّصنا الباقي يعني سهل إن شاء الله. رُحت كاتب هنا بمناسبة باللون اللي هو أسود، بس لو أخدت بالك مش هتلاقيه أسود أوي، أنا باحس لمّا بيبقى ناحية الرمادي كده شوية بيكون أشيك، يعني لو بصيت على اللون بالضبط شايف ده الأسود غامق وده اللي أنا مختاره، بيبقى ناحية الرمادي كده شوية. أنا باحبه بيبقى كده واسم الخط بالمناسبة RH زاك وده bold أنت ممكن تحمّله عادي من جوجل، وبعدها رُحت حاطط مستطيل عادي بأداة الrectangle tool وخلّيته نفس اللون بتاع ده يعني، ورُحت كاتب فوق المستطيل عيد الأضحى المبارك بنفس الخط برضه اللي هنا، بس أبيض وبرضه مش أبيض أوي. يعني نازل شوية كده ناحية الرمادي يعني. أنا باقول لك كل حاجة يعني بالتفاصيل عشان لو بتسأل يعني. ورُحت كاتب هنا برضه خصم ومقلل الopacity بتاعتها خلّيتها بتاع 50 والّا حاجة، وبعدها رُحت حاطط logo العيادة باللون الأبيض، وبعدها رُحت جايب عيد سعيد دي من على النت هتكتب مثلًا عيد سعيد PNG أو كده ممكن بيطلع لك زي رسومات كده اللي هي بتبقى عيد سعيد، عيد أضحى مبارك وكلام زي ده، فأنا باكتبها هنا كده.
ما فيهاش مشكلة يعني إن شاء الله الجزء ده، وبعدها عشان تعمل دول يعني برضه ما فيهمش مشكلة، ده هنا الأيكون ده بتجيبه من على جوجل، ممكن بتكتب فون أيكون PNG مثلًا، وهتكتب الرقم هنا عادي أيًا كان، ده الخط اسمه ألكسندريا مثلًا لو أنت عايز اسم الخط، ورُحت حاطط هنا اللوجو تابي ده زي application باين بتاع تقسيط أو كده يعني، ما فيهوش أي مشكلة برضه، وهنا برضه ممكن تعمل follow us وتحط الأيكونز بتاعة السوشيال ميديا يعني، أو لو هتكتب السوشيال ميديا بتاعتهم على حسب اللي هم عايزينه عادي يعني ما فيش مشكلة. وبس كده أدي خلّصنا التصميم، ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات وتعمل لايك وسبسكرايب، ولو في أي مشكلة عايزني أحلها لك تكتبها لي في الكومنتات، وبس كده أتمنى تكون استفدت بأي حاجة، أشوفك الفيديو الجاي، مع السلامة.